هاي جميعا، مرحبا بكم في قناتي، قناة القصص الواقعية بالدارجة المغربية. هاد القصة كيحكيها واحد الشاب كيقول عندي واحد الصديق ديالي من اقليم ازيلال، وبالضبط حدا الشلالات ديال اوزود. شاءت الاقدار واحد المرة مشيت لتما، اتصلت بيه ورحب بيا، دوزت معاه اسبوع واعر، ولكن كان غادي يسالي بواحد الكارثة خايبة بزاف. 3 ايام الاولى تسارينا مزيان في المنطقة. هاد الصديق عنده واحد الاهتمام بجميع انواع الحشرات، التصوير ديالها والدراسة ديال الانواع المحلية ولا الداخلية. اكتشفت معاه حتى انا بزاف ديال المعلومات في هذا المجال اللي عمري كنت غادي نعرفهم لولا هذا الصديق. واحد النهار كنا كنتساراو بالليل حدا الدار ديالهم، تثار انتباهنا واحد السرب ديال واحد الحشره ليليه كانت مضيئه واللي ما سبقش ليا في حياتي شفتها مباشره، كنت كنشوفها غير في التلفازه. قال لي هذا الصديق هذه ماشي حشره عاديه وما يمكنش تلقاها ديما حداك. الحشره تتسمى الخنفساء المضيئه او اليرع. حشره تنشط غير بالليل، كاين نوع تيعيش 2 ديال السيمانات حتى لشهر كاع الى طولات. الضوء الخلفي اللي تتصدروا بالليل تستعملوا في 2 ديال الحاجات، اولا جلب الحبيب وثانيا جلب الفريسه، حيت الغذاء الرئيسي ديالها هي الحشرات الصغيره، وبالمكونات ديال دوك الحشرات اللي تتغذى عليهم هي اللي تتمكنها باش تضوي طريقها. شي حاجه معقده ثاني، فيها شي غازات وانزيمات، وهاد الخنفساء لها انواع اخرى ما يزيد عن 200 نوع تقريبا. والحشرات المضيئه لها 3 ديال الانواع. كاين واحد النوع ديال سرق الزيت اللي تتحركو تيشال، وكاين الخنافس المضيئه اللي منهم هادي، كاين نوع تيعيش في الكهف وهذا النوع راه مشهور تيبان في الافلام. في النهار الرابع من بعد ما فطرنا وطلعت فينا الام ديالو بشي شيوات يا سلام، تقول كيحلفوا تقول كيعلفوا بشي حلول العيد. خرجنا نهبطوا للشلال نتبردوا فيه. الطريق من بعد ما قطعنا تقريبا شي 300 متر على الدار، فات علينا واحد الكاتكار كلها مغبره وراكبين فيها واحد 2. واحد فيهم سولنا وهضروا معنا زوين بجوج. الحدس ديالي قال لي ان هاد الناس ماشي ديال الثقه. قالوا لينا واش تبغيو تخدموا واحد البريكو وغادي نخلصوكم 200 درهم للواحد على كل نهار. هنا زاد دخلني الشك، وايلي استاذ ما كيتخلصش بهذا الثمن، بقى غير حنا في بريكول. سولهم صديق ديالي اللي سميتو بوجمع، قال لهم شنو هي هاد الخدمه اللي غادي تخلصونا عليها بهذا الثمن. قال السيد اللي كان صايد الكاتكات بغيناكم غير تعاونونا نحفروا واحد البير وما لقيناش الخدامه وما عرفناش منين نجيبوهم. داكشي علاش فاش شفناكم نتوما ولاد المنطقه قلنا نتعاونوا معكم، احسن ما نجيبو براني يخدم في بلادكم. جاوبتو انا قلت ليه علاش ما تجيبوش صونده تحفروا بها، غادا تحفر لكم بالزربه وخدمه متقونه احسن من اليد البشريه. جاوبني الثاني قال لي البير محفور شحال هذا، غير بغينا نوسعوا ليه الجناب ونزيدوا في العمق ديالو. بان لي كلامهم منطقي واخا انا حاس ان نيتهم ماشي صادقه. قلت لبوجمع اش بان لك؟ قال لي وانت دابا جاي غتفوج ماشي جاي باش تخدم. قلت ليه راه 200 درهم للنهار ينعلبوا شي عطله وشي تفواج. قال لي نمشيو. سولت الناس واش البلاصه اللي غادي نخدموا فيها قريبه ولا بعيده، قالوا لينا غير من هنا 1 كيلومتر تقريبا، غادي تسكنوا معنا في الفيرما واكلين شاربين تتسالي الخدمه، خلصوا نرجعوكم حتى لدواركم. جماعه قال لهم خصنا نمشيو للدار نهزوا حوايجنا ونعلم والديا. قال لينا الشوفور طلعوا نوصلوكم. ركبنا معاهم ورجعنا للدار. الام ديال بوجمع قالت لي بلا ما تمشي، هادشي ما عجبنيش، ولكن هو طمئنها وقال لها ما تخافيش راني غادي نمشي انا وصاحبي ماشي بوحدي. دعت معنا مسكينه بالتيسير، هز بوجمع حوايج ما يلبس وجبد لي حتى انا شي حوايج ديال التكر باش نلبسوهم اللي نبداو الخدمه. ركبنا معاهم في الطوموبيل في الطريق للفيرما اللي قالوا غادي نخدموا فيها. سولني الشخص الثاني اللي كان حضر لي سايق، قال لي انت هضرتك مثل على صاحبك، واش انت ماشي ولد ازيلان؟ قلت لي لا انا ولد كازا، غير جيت ضيف عند صاحبي بوجمع. بقينا كنهضروا كلمه من هنا كلمه من اللي حتى وصلنا لواحد الفيرما ما شاء الله كبيره وكلها خضوريه واشجار ديال الزيتون والفواكه من كل صنف. وصلنا تقريبا من بعد الاذان ديال الظهر. قالوا لينا نتغداو عاد نناقشوا الخدمه. قال لهم بوجمع نصليو الظهر عاد نتغداو. داكشي اللي كان. صلينا جماعه وجلسنا في واحد الصالون ملكي ديال بصح يكون مفرش بشي 40 مليون والله اعلم. الزرابي يا سلام، النقش بالقبص ديال الخشب ديال السدادر والتوابل كله عرعار، طلامط والمخاد بلا ما نهضروا، داكشي بحال الحرير. الكيسان اللي شربنا فيهم الماء كلهم ديال الكريستال. وبعد ما تغدينا صراحه تهلاو فينا، غدا معتبر. والديسير قلت لهم واش نمشيو نشوفوا البير اللي غادي نحفروا. جاوبني واحد فيهم سميتو علي، قال لي مالك زربان، صبر نشربوا شي اتاي ونهضروا شويه بين ما برد الجو عاد نشوفوا الخدمه. ما عجبنيش هذا الكلام وشفت بوجمعه لقيته حتى هو كيشوف فيا بنظره استغراب، نوع من الشك. قلت ليه خير البر عاجله، حنا جينا نخدموا خاصنا نكملوا دغيا.
التحطات الصينيه والبراد والمقراش كل شيء ديال الفضه والكيسان ديال البلار. هنا زاد دخلني الشك من كل جنابي. قلت مع راسي او هادو غير باغيين نحفروا ليهم بير، او هادو غير باغيين نحفروا ليهم بير وداروا معنا هادشي كله. بزاف على الكرم، غير الله يخرج هاد الطرح على خير. كبوا لينا اتاي وجبت الشخص الثاني اللي كان مع علي وسميتو عباس كيف قال لينا هو. واحد السبسي وبدا يضرب في الشقوفه. هنا دار فيا بوجمعه واحد الشوفه كتقول جماعه النوضه يلا نمشيو في حالنا. نطق عباس بعد ما ضرب جوج شقوفه قال لينا الدراري صراحه حنا محتاجينكم تحفروا لينا ولكن ماشي بير. جاوبتو انا قلت ليه ها اللي ما بغيناش في الاول قولها لينا ماشي حتى تجيبنا لهنا. قال لي يا علي غير صبر مالك زربان، سمع الهضره بعدا وما غادي يكون غير الخير. قلت ليه كمل سيدي نسمعوا هذا الخير. قال لي عندنا خريطه ديال الكنز كل شيء واجد البخور خاصنا غير نتوما تحفروا لينا، غادي تاخذوا نصيبكم من الدفينه اللي غادي نجبدوا حتى نتوما ديروا لاباس وتعيشوا بحال هذا العز اللي كتشوفوا فيه. انطق عباس وقال لينا حتى انا كنت فحالكم ما كان كسب ما كان علام، حتى سخر لي الله واحد السيد عاونته حفرت معاه وخديت حقي بيه باش درت هاد الفيرما والشركه. عاونونا خدموا معنا الليله، عاونونا خدموا معنا ليله وحده وغادي نتصوروا فلوس تعيشكم حياتكم كامله نتوما ووالدكم وولادكم وولاد ولادكم. قال ليه صاحبي بوجمعه واش لقيتونا كنسعاو؟ حنا الحمد لله عندنا رزقنا وما محتاجينش وعزنا عايشين فيه بداك الشيء اللي كتب الله علينا. قلت لهم ياك ما شفتوني انا زواري وباغيين يذبحوني. ضحكوا بجوجهم بالجهد وقالوا لي انت راك شرفتي حتى الجن ما بقاش يقبل عليك. دوا بوجمعه وهو مصدوم من الموقف اللي تحطينا فيه. قال لهم كيفاش غادي تجبدوا الكنز بلا زواري يذبحوه؟ قال لي عباس كون هاني من هاد الناحيه كل شيء موجود، خاصنا غير نتوما توافقوا تخدموا معنا وتيسروا اي حاجه غادي نشوفوها ما تعاودوها لحتى شي واحد. قلت لهم انا ولا ما قبلناش؟ قال لي عالي ما عندنا ما نديرو ديك الساعه غادي نرجعوكم منين جبناكم وانتوما اللي غادي نضيعوا عليكم رزق جابوا الله حتى لبين يدكم. اما حنا كيف ما جبناكم كاين اللي قبل يخدم معانا. هنا لعب لينا على العقل. قلت ليه نتشاوروا انا وصاحبي ونجاوبكم. خرجت مع بوجمعه على برا لقيت بوجمعه تالف اكثر مني خايف بحالي. قال لي عندك يكونوا باغيين يذبحوك وغير كيسيسوا فينا. قلت ليه ما تخافش عليا لا بان لك الخطر هرب انت انا نقدر ندافع على راسي. اللي ما عرفوش بوجمعه هو انني بطل ديال المغرب 5 ديال المرات على التوالي في الكيك بوكسين وديت كاس العرش 2 ديال المرات. من بعد اخذ ورد اتفقنا نشاركوا معهم في هذه العمليه واللي ليها قبل نرجعوا ندخلوا جبت التليفون ديالي قدمت لوكاليزاسيون وكتبت واحد الرساله للاخ ديالي صيفط ليه فيها الموقع اللي انا فيه. قلت ليه فيها الا ما اتصلتش بك من بعد 48 ساعه لوكاليزاسيون اتصل بالبوليس. خليت لوكاليزاسيون خدامه في التليفون ودخلنا انا وصاحبي بوجمعه. قلنا لهم صافي حنا موافقين حكيو لينا تفاصيل العمليه وشنو غادي نديروا. قال لنا عباس غير وصل الفقيه راه جاي في الطريق والليله غادي نمشيو للموقع راه قريب من هنا. جا في الخرجه ديال واحد الدوار وقال لينا سميتو. قال لي بوجمعه عرفتو راه فايت سمعت باللي تجبد شي كنز من داك الدوار. قال علي راهم كنوز اكثر كاينين تما ولا نجحت هاد لافير ديال اليوم غادي تبرد القضيه شويه ونعاودو نجبدو واحد اخر. ضحكت وقلت لهم هي دابا غادي نوليو صائدي الكنوز ياك ما نعيطوا على ناسيونال جيوغرافيك يمشيو معانا. خنزروا فيا بجوج علي وعباس قالوا لي وياك ثم وياك تمشي تعاود هادشي اللي غادي نشوفو لشي واحد. من بعد ساعه تقريبا وصلت واحد الطوموبيل النوع ديالها بي ام دبليو كلها جاج كحل. دخلوا عندنا 2 رجال واحد فقيه بجلابته الثاني يدير بحال شي حلو كرشو خارجه وحنا مزنقين في كل العلامات السكريه. بقاو كيتناقشوا بيناتهم سولوهم عليا انا وصاحبي. وسط الهضره سمعت علي قال داك الحلو واش الامانه جبتوها معكم؟ قال لي راه انا عسى في الطوموبيل. درنا انا وصاحبي بحال ما عارفين والو. هو يقلب الهضره. بعد ما صلينا العشاء وتعشينا عشاء خفيف ركبنا في الكاتكات كلنا واتجهنا للدوار اللي فيه الموقع. وصلنا مع 11 ديال الليل. قال لهم بوجمعه راه موالين هاد الدوار ما عندهم الاناره العموميه كيبقاو سهرانين. قال لي الفقيه دابا الناس باباهم كاملين. هاد الجمله وقفت لي الشعر في كل لحمي. وصلنا لواحد البلاصه طفاو الضو ديال الطوموبيل وبقاو غاديين غير بشويه مع الطريق باش ما يتسمعش الضجيج ديال المحرك. وقفنا عند الطريق اللي كتخرج من الدوار كتجيب لعند الموقع اللي فيه غادي نحفروا. هنا جبد الفقيه واحد البلغه وحطها في الطريق وبدا يقول عليها شي كلام. هاد العمليه كتسمى التوقيف ولا التنويم. التوقيف ولا التنويم هو عمل كيديروا صحاب الكنوز بالنسبه للتوقيف كيديروا في بلغه قديمه كيشدوا واحد العدد ديال البلغات على عدد الطرقان اللي كاينين. مثلا كيبغيو يجبدوا شي كنز من شي بلاصه ما بغاو حد يشوفهم او اللي يدوز من حداهم كيشدوا بلغه وكيديروا فيها حجاب مع احجار من المقبره وكيقراو شي عزائم
كيحطوا ديك البلغه في الطريق اللي ما بغاوش شي حد يدوز منها، والا كانوا طرقان كتار كيزيدوا عدد البلغات، او بشرط تكون البلغه قديمه. وبالنسبه للتنويم هما انهم كينوموا الدوار كامل كينعس حتى كيقضيو غرض. بعد ما دار الفقيه هاد العمليه قال لنا صافي الشغل ناضي، يلا نمشيو نحفروا. زدنا شي 5 متر ووقف الفقيه، طراسه واحد الدائره وجبد واحد القرعه. ما عرفت شنو داك اللي عجب فيا، بدا كيرشو وسط ديك الدائره وكيقول شي كلام ما مفهومش. بعدها قال لي جيب الولد. كيف سمعت هاد الكلمه وانا وبوجمعه درنا جهه الطوموبيل. بان لينا علي حل الكوفر وجبد منه ولد صغير كون عنده شي 5 سنين ولا 6 سنين. جبدوه مسكين مربوط من يديه ورجليه ومشربينه ومكلينه شي حاجه مغيبه. غير شفت هاد المشهد قلت لبوجمعه هرب سير عند الجندار. لاح بوجمعه الفاس اللي كان شاد باش غادي نحفروا به هو يضربها بجريه وحده. كنت شاد في يدي بالا، ما حسيتش براسي حتى نزلت بها على عالي محدوده وحده. الوليد مغيب. فقيه شافها سخنت هو والحلوف، ركبوا كات هربوا خلاو عباس هو وعلي اللي مكسل في الارض. قلت لعباس هي غادي توقف في بلاصتك حتى يجيو الجندار ولا غادي نعطيك في حال صاحب. بدا كيطلب فيا نخليه يمشي في حاله. قلت ليه وانتوما واش رحمتوا هذا الوليد مسكين؟ لعلم الله والديه كيف جاري ليهم. ربطته من يديه ورجليه وربطت معاه علي حتى هو. قلبت الوليد لقيته مازال كيتنفس. جبت التليفون صونيت على خويا لقيته ناعس. كانت لقيته شي 2 ديال الصباح. بزاز ما جاوبني. قلت ليه دابا وبالزربه نوض سير للكوميساريه. داكشي اللي دار عارف حتى هو البلان فيه الخطر. ما دازش شي 30 دقيقه وصلوا الجندار والإسعاف. بعدهم بساعة رجع بوجمع. ما لقاش كون يوصلوا للفيلاج عند الجندار. الدوار اللي قريب للموقع كله سكانو ناعسين بسبب البلغة والسحر اللي دار الفقيه. الحمد لله الوليد تعتق. كانوا ولاد الحرم دايرين ليه منوم وخطفوه لوالديه من الرباط قبل 4 أيام. كانوا غاديين يذبحوه. علي وعباس وسميتهم غير كاتبين علينا فيهم. علي بسبب الضربة اللي عطيته بالبالا بقى يومين وهو مغيب في الإنعاش. الفقيه والحلوف شدوه من البوليس من بعد في قنيطرة. الحلوف خدمته هو يخطط في الأطفال. وحتى أنا وبوجمعة تبعتنا النيابة العامة بالمشاركة وعدم التبليغ من الأول، ولكن دخلوا محامين من جمعية حقوق الطفل. وحتى الأب ديال داك الوليد اللي سميتو أنس طلع موظف سامي في الدولة، وحين كنا سبب في الإنقاذ ديال ولده من الموت وقف معنا. حكمت علينا المحكمة بعام ديال الحبس موقوف التنفيذ وغرامة المالية قدر ديالها 1000 درهم لكل واحد فينا، ولكن خلصها علينا الأب ديال أنس.